الجمهور القوي العنيف اللي كان بواحد ماتش واحد جون واحد، وانتهت المباراة والأهلي بعبع أفريقيا. تذكر ولا تتنكر. للأسف يا سادة، أنا وشي حلو دايما على الأهلي. بعبع أفريقيا يفوز بأفريقيا، والتالتة يا أهلي، والرابعة يا أهلي، والخامسة يا أهلي. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. تذكر ولا تتنكر. للأسف يا سادة، أنا وشي حلو دايما على الأهلي. مش عارف ليه، مش عارف الحكاية دي جاية منين، إنما أنا قلت لك تذكر ولا تتنيخ، وتذكر ولا تتنكر. قلت لك في أول الماتش إن الجمهور ده هيكون ليه تأثير غريب على المباراة وضد الحكم الغير حريف، وقلت لك تذكر إن هذا الحكم هيؤثر على المباراة وتحمر القاهرة الآن حمراء. طبعا انتوا عارفين ان جمهور الاهلي في مصر اقلية، ورغم ذلك في ناس كتير بتجامل في الشوارع، وليلة حمراء حتى الصباح كان الاهلي في اشد الاحتياج لبطولة افريقية. الاهلي كان عنده شيء غير الدوري، غير الكاس. الاهلي كان في دماغه يا جماعة يبقى احسن ناس في افريقيا. هو ده الاهلي، والف مبروك. مصر كلها سعيدة، وكل جماهير الاهلي من المحيط الى الخليج سعيدة. مباراة صعبة، وكاد الاهلي ان هو يجيب جون تاني وتالت، ووصلوا لغاية الجون ويشوط مرة والتانية والتالتة وما تجيش. والانفاس الاخيرة، والراجل الحكم كل ما كان يقابل لعيب اهلاوي قدامه يديله انذار. مساء الخير، انذار. يا كابتن، انذار. الوقت، انذار. ادى الناس كلها انذارات، ولكن يفوز الاهلي وياخذ الاميرة الافريقية في احضانه الليلة ليكون فائزا بهذه البطولة العظيمة. الاهلي كان يلعب تحت ضغط. انا رأيي انه ضغط الجمهور المغربي كان اقل من ضغط الجمهور الاهلاوي من المحيط الى الخليج، اللي كان طالب من الاهلي ان يحرز هذه البطولة. الف مبروك للاهلي. تذكر ولا تتنكر. قلت لك اهلي واحد، ماتش واحد، جون واحد، وبالظبط. هذا ليس احساس وحلم وبتاع. حسابات يا ابني، هنا في حسابات. احنا بنحسب الحاجات، ومن حسب الحسابات في الهنا بات. وطبعا ربنا يسهل ويأمن، ولعيبة الاهلي ترجع من كازابلانكا سليمة. هذا الجمهور الذي زحف خلف الاهلي ليؤيد برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي موجود في المدرجات. طبعا فجأة المدرجات كلها فضيت. جمهور الوداد طبعا في حالة حزن كبير. هارد لك صحيح. جمهور الوداد عمل الواجب واكتر، وقف جنب او ورا الفريق بتاعه، ولكن في النهاية يفوز الاهلي بهدف محمد عبد المنعم اللي رفعه له علولي. النهارده 11 والاهلي خد الكاس ال11، وهو ماتش واحد، لانه الاهلي واحد وجون واحد. كمية وحايد النهارده غير طبيعية. يعني حط الارقام جنب بعض كده تقول لك واحد 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 واحد. فكان الاهلي النهارده يجيب واحد. زي انا شخصيا كفاية ان انت دلوقتي بتستدرك هذا الامر ده. كفاية.